بيقولوا ان العمل او السحر كان خيال في الكتب القديمة علشان يخوفوا بيه العيال الصغيرة، بس الحقيقة شفتها بعيني كانت ألعن من كده بكتير. أنا مش كاتب ولا أنا ساحر، أنا مجرد واحد الفضول دمره. اكتشفت إن العالم اللي احنا فيه ده عالم رقيق جدا بالنسبة للعالم اللي موجود تحت. العالم ده فيه كيان قديم بيحركه، مش هدفه إن هو يقتلك، لا، هدفه إنه يخليك زيه، إنك تبقى عبد لخطته. والخطة دي بدأت من ساعة ما إبليس رفض يسجد لآدم. مش هطول عليكم كتير، هنخش في القصة على طول. اشرب مشروبك المفضل واقعد في الأوضة لوحدك واقفل البيبان كلها واسمع. ده تحذير، خلي بالكم من الشقوق اللي في الحيطة ومن الهمس اللي بيجي كل يوم. أحمد كان قاعد في مكتبته القديمة، كانت الساعة داخلة على 3 الفجر، والوقت ده اللي بيقولوا عليه ساعة الشيطان. في المكتبة كان في كتاب قدامه كان متهالك، لونه اسود وملوش عنوان. الكتاب ده اشتراه من سوق الأزبكية من راجل عجوز كان قاعد بيبيع كتب. واللي انت ما تعرفوش اصلا ان الكتاب ده هو اللي بيختار صاحبه، مش العكس زي ما كلنا عارفين. احمد فتح اول صفحة وبدأ يقرأ كلام مكتوب بخط دقيق جدا. كان مكتوب عليه كلام بالبلدي كده: اللي في ايده عهدي هيعرف يسيطر على البشر من غير اي خوارق. الانسان عبارة عن مادة وروح، والمادة دي ضعيفة، والروح اصعب لو اتفصلت عن يقينها. ابليس مش عايز يظهر لك على اكنه بعبع، هو عايز يظهر لك في فكرتك، يخليك تشك في كل حاجة حواليك لحد اما تنهار واسمك بقيت في عهده. احمد جسمه اشعر بس كمل قراية بتركيز مرعب. الساحر صاحب المذكرات بيشرح القصة بتفاصيل مملة. اول خطوات السيطرة هي التخييل اللي كانت مكتوبة في الكتاب، هو انك تخلي اللي انت عايز تسيطر عليه يتخيل اللي انت فيه. لازم تخلي الضحية تشوف اللي انت عايزه. بنبدأ بخلطة من اعشاب الداتورة وكمان البنج الاسود، وبنبدأ نحرقه. الريحة اللي بتطلع من الحرق دي بتفتح مسام الروح للاستقبال. في اللحظة دي بيدخل القرين. ابليس حط نظام محكم، كل انسان معاه واحد عارف نقط ضعفه. الساحر الشاطر هو اللي بيعرف يكلم قرين الضحية ويقنعه ان الخوف اللي هو حاسس بيه ده حقيقي. السحر يا ابني مش انك تطير في الهواء، السحر انك تخلي الفريسة بتاعتك تقتل نفسها وهي مفكرة ان هي بتنقذها. احمد رفع راسه من الكتاب لحظة واحدة وحس ان هوا الأوضة بقى بارد جدا، بارد لدرجة ان نفسه طالع منه بخار، صوت زي حك ضوافر في خشب. بص في الكتاب تاني، لقى الساحر كاتب جملة اكنها لسه مكتوبة دلوقتي حالا: لو حسيت ببرد جامد ما تخافش، ده معناه ان هم بدأوا يهتموا بيك. احمد قفل الكتاب بسرعة وقلبه بيدق زي الطبلة، بس لقى ايده بترتعش وهو بيرجع يفتح الكتاب تاني. الفضول بقى اقوى من الخوف والعهد بدأ يشتغل. احمد رجع يفتح الكتاب وهو العرق كان مالي وشه، رغم ان الجو في الأوضة كان تلاجة وكان برد جدا. المرة دي كان لقى فصل كامل مكتوب بعنوان: لماذا أبوح بسري. الساحر اللي كتب الكتاب ده كأنه عارف ايه اللي بيدور في فكر أحمد وبيفكر وهو عايز ايه. احمد قرا الكتاب ده بصوت واطي ومرعش. انت اكيد بتفكر وبتسأل نفسك ايه اللي هيخلي ساحر يقضي طول عمره وهو بيدور على اسرار سيطرة. اكيد انت بتفكر في حاجة شبه دي. وايه اللي يخليه يكتب كل ده في مذكرات ويسيبها لأي حد تاني؟ اكيد في غرض من الحاجة دي. الساحر كمل الكلام بكمية سحر وغرور. الفكرة ان العهد اللي قايم بينا وبين الكيان قايم على انتشار. ابليس مش محتاج مني ان انا اطلع السر، هو محتاج ورثة يكملوا بقية الخطة. انا بكتب لك النصايح دي علشان تكون مهندس ارواح. انا بديك المفاتيح علشان لما امشي انت تفتح ابواب تانية لغيرك.
الساحر الحقيقي هو اللي بيحول البشر لقطع شطرنج في ايد الكيان، ولقى ان في كلام مكتوب: الوقاية من السحر. هتلاقي في كتابي نصايح ازاي تحمي نفسك، مش علشان عايزك تكون صالح، لا، علشان الساحر الضعيف بيقع في شر اعماله بسرعة، وبكده الخطة بتتوقف وما بتكملش. انا عايزك تحصن نفسك كويس قوي علشان تعيش اكبر فترة ممكنة وانت بتخدم الكيان. الوقاية اللي بكتبها هنا مش بتحميك بس، ده انت بتحميك وانت في صف الشيطان. فجأة الباب خبط على احمد خبطات تقيلة ومنتظمة. احمد قام مفزوع، بص من العين السحرية لقى واحد لابس لبس عادي بس ملامحه فيها جمود مش طبيعي كأنه قناع. يا استاذ احمد، الكتاب اللي معاك ده امانة، وصاحبه عايز ياخد الامانة دي او يقعد معاك يفهمك العهد بيتم ازاي. احمد افتكر كلام السحر اللي في الكتاب عن الشيخ والدجال، وبدأ يخطط القواعد في دماغه وهو ميت من الرعب. الراجل ده عارف اسم منين؟ الراجل ده وقف في الضلمة ومش عايز يخش النور ليه؟ ريحة المكان فجأة اتغيرت وبقت شبه بخور خانق. احمد زعق من ورا الباب: انت مين وعايز ايه؟ انا اللي الساحر كتب عني في صفحة 42، انا المنفذ، افتح يلا يا احمد بسرعة، ابليس عنده خطة ليه. احمد سند ظهره على الباب، قلبه كان بيدق في ودانه، كان سامع نهجان الراجل اللي واقف ورا الباب، نهجان عادي ومستمر بشكل يستفز الاعصاب. افتكر اول قاعدة في المخطوطة عن كسر الحصانة، وان السيطرة بتبدأ لما الخوف بيخليك تاخد قرار غلط. احمد قرر انه مش هيفتح الباب وفي نفس الوقت مش هيسكت. مسك المخطوطة بإيد بترتعش وفتحها على صفحة صرف العمارة والطارئين. كان مكتوب فيها: لو الكيان ده خبط على بابك وانت مش مستعد، ما تدلوش حتى ودن ولا تديله اي طرف عين، لانه بيخش على اي طريق استجابة منك. احمد زعق وقال له: انا مش هفتح لك، واللي بعتك ده قايل ان مفيش ليك سلطان عليا وانا لسه على يقيني، امشي يلا من هنا وما تجيش هنا تاني. الضحكة اللي سمعها احمد من ورا الباب هزته. ضحكة مش طالعة من حنجرة بشرية، لا، دي كانت طالعة من الحيطة نفسها. الراجل صوته اتغير وبقى خشن. اليقين؟ انت بتتكلم عن اليقين وانت شايل كتابنا في حضنك يا احمد. الكتاب ده مغناطيس، وطول ما هو معاك احنا معاه. الساحر ما كانش بيكتب نصايح علشان يحميك، ده كان بيكتبها علشان يغريك ويقولك انك اقوى مننا، والغرور هو اول خطة ابليس مع البشر. احمد حس بضغط على الباب كأن في طور بيزقه، وفجأة النور قطع في الشقة كلها في الضلمة. لقى صفحات الكتاب بتنور بنور اخضر باهت، والكلام بدأ يتحرك اكنه دود صغير. الخطة الكبيرة. ابليس مش عايز يخلي الناس تسجد لتمثال، ده كانت زمان وانتهت. الخطة الجديدة انهم بيوهموا البشر انهم آلهة بيتحكموا في الرزق والحب والموت، ولما الانسان بيصدق انه اله بيكفر بوجود الاله الحق، ودي بقى قمة السيطرة. احمد غمض عينه وبدأ يقرأ باللي حفظه في القرآن بصوت عالي. كان بيحاول يفرق بين الشيخ والدجال اللي الساحر كتبه. الراجل اللي بره بدأ يصرخ ويخبط في الباب جامد، عمال بيرزع، وبدأ يرمي كلام بلغة غريبة، طلاسم وأسماء بتخلي الدماغ تلف. أحمد وقتها عرف إن دي قاعدة الأثر اللي هو قرأ عنها. الراجل بيحاول إن هو يبين أثره في المكان علشان يخش عن طريق الصوت، بيفتح لنفسه ممر عن طريق أي حاجة من اللي هو بيطلعها دي. فجأة السكوت عم المكان. أحمد فتح عينه، لقى النور جه ولقى كل حاجة هادية زي ما هي، لكن لما بص على الأرض لقى تحت الباب ورقة صغيرة. فتحها لقى مكتوب عليها بخط حديث، مش خط الساحر القديم. دي مجرد البداية يا أحمد، انت لسه ما قريتش فصل القرابين. علشان تحمي نفسك من الكتاب لازم تخلصه
لازم تخلص كل كلمة علشان تحصن نفسك. نتقابل في المقابر بقى يا احمد علشان تدور على الجزء الناقص. احمد رمى الورقة ورجع لورا وهو بينهج. عارف ان المواجهة الجاية مش هتكون في شقته، ده هتكون في بيت الاموات، وان اللي بره ده كان مجرد رسول بيجهزه للي جاي. احمد ما كانش بينام، السواد اللي تحت عينه بقى مرعب. اللعنة اللي لقاها تحت الباب في الورقة ما كانش متخيل ان هو هيتحط في المكان ده قبل كده. مقابر الامام الشافعي. الساحر في المخطوطة كاتب ان في نسخة موجودة معاه، وان العهد ما يكملش الا لو الوارث لمس تراب السر اللي هو تراب الساحر. احمد وصل المقابر قبل المغرب بشوية. الجو كان تراب ومفيش حد غيره موجود في المقابر. لقى نفسه قدام حوش قديم مرسوم عليه رسوم غريبة. دخل وهو ماسك الكتاب في ايده كأنه درع. اتأخرت ليه يا احمد؟ الساحر مستنيك بقاله سنين. احمد اتنفض، لقى راجل عجوز جدا، هدومه مقطعة بس عينه فيها لمعة ذكاء. الراجل ده هو التربي، بس مش اي تربي، ده التربي اللي الساحر كتب عنه في كتابه. الراجل ده قرب من احمد وكان بيقول له: هو انت مفكر ان السحر ده مجرد بخور؟ السحر ده دم. ابليس مش بيدي حاجة ببلاش، والساحر اللي كاتب الكتاب ده علشان يوصل للدرجة دي قدم قربان لغى يقينه، قربان من دمه. احمد فتح الكتاب على مخطوطة السيطرة على القرين. القرين هو مفتاحك، لو عايز تسيطر عليه ما تضربهوش في جسمه، اضرب قرينه. القرين بيقتل العواطف السلبية، الغيرة، الحقد، الشهوة. السحر الشاطر هو اللي بيقتل قرين الضحية. الضحية بتبدأ تشوف حاجة بتعصبها، وبعد كده بتشوف خيالات في الضلمة، وفي الآخر بتسمع صوت في دماغها بيأمرها بالشر. والمشكلة إن هي بتفكر إن الصوت ده صوت ضميرها زي أي بني آدم. لا، أحمد سأل الراجل العجوز: وإيه علاقة إبليس بكل ده؟ إبليس مهندس كبير، خطته هي الاستبدال، بيشيل الفطرة اللي ربنا خلقها فيك ويحط مكانها هوا النفس. السحر هو الأداة اللي بتسرع العملية دي. انت دلوقتي يا احمد بقيت الوسيط. الكتاب اللي في ايدك ده مش ورق، ده عقد ملكية لروحك، الا لو عرفت تفك الشفرة اللي موجودة في آخر صفحة. أحمد في اللحظة دي حس إن في حاجة بتلمس رجله تحت التراب. بص لقى إيد طالعة من وسط القبر، صرخ ورجع لورا، بس العجوز مسكه مسكة مش طبيعية. ما تخافش، ده مجرد تخيل، هما بيجربوا ثباتك. لو خفت هيسيطروا على قرينك دلوقتي وهيخلوك تدفن نفسك حي. أحمد افتكر قاعدة الفرق بين الشيخ والدجال. العجوز ده بيحاول يهربه، المكان اللي هو فيه ضلمة وريحته موت وعفن. العجوز طلب منه قربان، نقطة دم من ايده، علشان خاطر يفتح السرداب. احمد قال له: انا مش هديك دم ومش عايز افتح السرداب، انا جاي اعرف الحقيقة علشان احذر الناس منها. يبقى هتموت هنا يا احمد، والقرابين هتبدأ بيه. وفجأة الارض بدأت تتهز، واحمد لقى خيالات سودا بتهجم عليه من كل ناحية. مش جن طاير، لأ، ده ظل بيقوله على كل الغلطات اللي عملها في حياته، كل نقطة ضعف، كل سر مخبيه. ده القراين هي اللي كانت بتقول كده. أحمد قعد على الأرض وقال يا رب، وقعد يقرأ سورة الفلق وسورة الناس. الضلمة بدأت تتفتت والظل بدأ يختفي. أحمد لقى نفسه واقف لوحده وسط المقابر، والسكوت رجع تاني، بس لقى الكتاب مفتوح على صفحة جديدة مكتوب عليها بكلام ذهبي: برافو يا أحمد، نجحت في الاختبار، بس الخطة الجديدة لسه بتبدأ. اللي جاي مش هيكون في المقابر، هيكون في بيتك وسط أهلك. إبليس دايما بيضرب من جوه. أحمد جري من المقابر وقال إن دي آخر مرة هيقرأ فيها الكتاب تاني، بس عارف ان العهد الكتب وان المعركة الجاية هي معركة النفس. احمد رجع بيته وهو مش قادر، التعب والارهاق هدوا حيله. دخل شقته وقفل كل الاقفال، بس كان حاسس ان في حد بيراقب كل حركته.
رمى الكتاب على السفرة وحلف ان هو مش هيلمسه تاني. بس الساحر اللي في المخطوطة كان لسه مخلصش كلامه. احمد دخل الأوضة طبعا علشان يطمن على اهله. لقى الأوضة هادية هدوء غريب. فجأة سمع صوت همس جاي من الصالة. صفح الكتاب كانت بتتقلب. جري على الكتاب، لقى الكتاب مفتوح على صفحة خطة الهدم من الداخل. أذكى حاجة عملها إبليس مش إنه يخليك تكفر، لأ، ده يخليك تشك في أقرب ناس ليك، اللي هم مين بقى؟ أهل أحمد. السحر الحقيقي هو التفريق. ممكن نزرع في عقل الراجل إن مراته بتخونه، وفي عقل إن في راجل بيكره مراته. بنستخدم القرين علشان يوسوس بكل كلمة لحد اما البيت يتهد فوق صحابه. احمد حس بضيق تنفس وبدأ يشوف خيالات في المرايات، كأن وشوش اهله بتتغير وبتبقى وشوش شكلها وحش. عرف ان ده سحر التخييل، ان الساحر اتكلم عنه. في اللحظة دي النور رعش وظهر كيان دخاني في نص الصالة. مش وحش بقرون زي الافلام، لكنه كان ظل بدون ملامح. بس صوته ضرب في نافوخ احمد انت قريت كتير وبقيت عارف اكتر من اللازم. يا اما تكون واحد مننا وتكمل العهد، يا اما هنخلي حياتك كلها جحيم. احمد افتكر كلام الساحر عن تقلية الذات وفهم ان الشيطان بيحاول يساومه بقوته. وقف احمد بكل ثبات ومسك المخطوطة وقطع اول صفحة فيها. ابليس ملوش عليه سلطان غير اللي بيفتح له الباب، وانا بقفل الباب ده خالص. بدأ احمد يحرق صفحات الكتاب واحدة ورا التانية، ومع كل صفحة بتتحرق الكيان الدخاني كان بيصرخ. الهدوء رجع للبيت والخيالات اللي كانت في المرايات راحت. احمد قعد وكتب بقية الكلام في مذكرته قبل ما يتخلص من الكتاب. حد ممكن يقع في نفس الفخ. يا جماعة السحر حقيقي وموجود، بس لو انت يقينك قليل هو ضعيف. لو انتوا عايزين ما تقعوش في ساحر او دجال، خدوا ده عن تجربة شخصية. لو رحت لحد قالك هات فانيلا او اسم او صورة او اخرج وامشي فورا. ده ساحر بيتعامل مع جن علشان يوصل لقرينه. المعالج الحقيقي بيقرا قرآن بصوت عالي وواضح، ما بيتمتمش بكلام غريب ولا بيقول طلاسم وارقام. احمد حرق الكتاب بالكامل ورمى الرماد في النيل وبص للسما وحس ان التقل اللي كان على صدره انزاح، وهو عمل اللي عليه ووصل الرسالة. السحر مش في الكتب، السحر في استسلامك ليهم. خليك دايما في النور.